هل تطوير الذات بيجيب نتيجة والّا هو مجرد نصب؟ يعني هل تحسين روتينك وعاداتك وكل الحاجات دي فعلًا بتجيب نتيجة والّا هي مجرد تنمية بشرية لا بتودي ولا بتجيب؟ وهي دي الأسئلة اللي هاجاوب عليها في فيديو النهارده إن شاء الله. وأنا أحمد إيهاب ودي قناتي اللي باشارك عليها كل اللي اتعلمته عشان أوفّر عليك معاناة التجربة. وقبل أمّا نبدأ صَلّ على النبي صلى الله عليه وسلم، ولو مأخّر فرض فقوم صلّيه الأول وبعد كده ارجع شوف الفيديو ده. دلوقتي ده أحمد شاب في ثانوي نفسه يكون أحسن واحد بين كل اللي حواليه، وعايز يعمل فلوس ويسافر ويجيب عربيات، وكان عنده أهداف مادية كتيرة جدًا، وكان مبهور جدًا بالأمثلة الناجحة دنيويًا وقتها زي أندرو تيت والناس دي، وكان بيحلم ليل نهار إنه يكون زيهم، عايز الفلوس والعضلات والشهرة وكل الحاجات البراقة دي. فبدأ فعلًا وقعد على مكتبه وبدأ يدوّر عن إزاي أعمل فلوس أونلاين، وإيه أحسن business ممكن أعمله بدون رأس مال، وإيه هي أحسن تمارين لبناء العضلات، وكان شغوف جدًا، جدًا بالموضوع ده، وكان الغرور هو السبب اللي بيخلّيه يسهر الليالي ساعيًا ورا القوة والثراء. وبالفعل أحمد بدأ يعمل تطوّر سريع في الgym وما كانش بيعدّي أسبوعين غير وهو كاسر وزن جديد، وبدأ يطوّر من مهاراته ويتعلم عن الفلوس أكتر وأكتر، وأخد خطوة إنه يعمل business أونلاين، ولكن أحمد اتصاب في الgym والbusiness بتاعه فشل، وده كان زي الألم اللي صحّى أحمد من النوم، خلّاه يقف وقفة مع نفسه ويسأل هل فعلًا الفلوس أهم حاجة في الدنيا والّا الأثر الطيب أهم من الفلوس؟ وهل فعلًا القوة البدنية هي السبيل الوحيد لاكتساب احترام الناس والّا في طرق تانية ممكن يكسب بيها احترام الناس، زي المعاملة الكويسة أو إن هو يكون شخص له قيمة حقيقية، يا إما شخص له علم، يا إما شخص بيأثّر على حياة الناس بالإيجاب. وأحمد كان قبل ما يسأل الأسئلة دي كان شايف الدين وقتها حاجة ثانوية، يعني قشطة بيصلي وخلاص، ما كانش الدين هو بوصلته يعني، وكان شايف إن العلم مش بيأكل عيش أوي، وإن ما فيش أي حاجة أهم من الفلوس. ولكن أحمد استوعب إن تطوير الذات لو اقتصر على الحاجات المادية زي الفلوس والشهرة والعضلات، فده مش هيكون تطوير ذات نهائيًا، ده هيكون سبيله للهلاك. فبعد الوقفة اللي أحمد وقفها مع نفسه، بدأت نظرته توسع وبدأ يغيّر من الحاجات اللي بيعملها، وبقى قبل ما يعمل أي حاجة بقى بيفكّر إزاي يسخّر الحاجة دي لخدمة المجتمع والناس اللي حواليه. وخمّن حصل إيه بعدها؟ اللي حصل بعدها إن أحمد بقى أسعد لإنه ما بقاش بيسعى ورا الحاجات المادية الدنيوية، وأحمد برضه بقى سعيد لإن الحافز بتاعه اتغيّر، وبدل ما كان الحافز بتاعه إن هو عايز يبقى الأحسن والأقوى والأغنى، بقى الحافز بتاعه هو دخول الجنة أولًا، ثم مساعدة الغير وأي حاجة تانية ثانيًا. وهو ده بقى تطوير الذات التمام، إن الهدف بتاعك يفضل متمحور حوالين إرضاء ربنا بس، بتتمرن عشان تكون مسلم قوي، بتشتغل عشان تكون قوّام على أهلك وتخلّيهم مش محتاجين حاجة، بتحسّن من أخلاقك عشان تكون قدوة للي حواليك، بتتعلم عشان تخدم مجتمعك والأمة بعلمك مهما كان المجال بتاعك. ولو ده بقى تعريف تطوير الذات بالنسبة لك فأنت كده ماشي صح وزي الفل. وقصة أحمد اللي حكيتها دي هي ملخص قصتي في موضوع تطوير الذات واللي لسه باكتبها لحد دلوقتي. وأظن كده أنت فهمت إن تطوير الذات هيجيب نتيجة كويسة جدًا لو أنت خلّيت الحافز بتاعك إرضاء ربنا، وفي نفس الوقت تطوير الذات هيدمّر حياتك لو خلّيت الحافز بتاعك هو الماديات البحتة. بس لو أنت محتاج توجيه ومساعدة عشان تقدر تمشي في الطريق اللي هيوصّلك لهدفك وتعرف تنضبط بجد وتغيّر من روتينك وعاداتك وتبطّل تضيّع وقتك، فأنا جايب لك الحل وهي المتابعة الأونلاين اللي باساعدك فيها بشكل شخصي إنك تحسّن من روتينك وعاداتك، ونعمل خطة مخصصة ليك أنت عشان تقدر توصل لهدفك خلال 30 يوم بس. فخُش دلوقتي ابعت لي كلمة تطوير على حسابي في الإنستا اللي هتلاقيه في الوصف وهاعرّفك بقية التفاصيل. وملحوظة سريعة، المتابعة دي مدفوعة وللناس الجادة فقط. وبس كده، سلام عليكم.